بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم حلوة من الزمن الجميل، حلوة تاع زمان، اللي هي حلوة اللمبوط، ولا حلوة الطونو كيما نعيطوا له حنا في الغرب، ولا الحلوة تاع الطابع. هذه بالنسبة لأصحاب المشاريع غادي تقطع لكم كمية كبيرة كبيرة، وغادي ما تستغنوش على هذه الوصفة. نفوتوا للمقادير. البنات ديروا جيم قبل ما نروحوا للمقادير. انا عندي هنايا 20 حبه تاع بيض، غادي ندير كميه كبيره. عندي ربع كاس تاع لافاني، هي تبغي لافاني تتعطر ثاني بالزاز تاع الليمون. درت 3 حبات هكاك، ربيتهم. درت هنايا قرصة تاع الملح، وغادي نبدا ندير في الكيسان تاع السكر. هنايا سكر حرش ولا سكر كريستاليزي. عندي هنايا 5 كيسان تاع سكر، ندوهم للبيتنا يتضربوا، ونقعدوا نزيدوا في الزيت ثاني 5 كيسان تاع زيت يتضربوا مليح كي يبيض الخليط ويطلع. نجيب انايا قصعة ولا جفنة، ونحط فيها قاع هذاك الخليط اللي يكون متجانس وراه يطلع لنا. هنايا غادي نقيسو لكل كاس تاع زيت ولا كاس تاع سكر، غادي نديرو له 2 مغارف كبار تاع مايزينا. تسمى هنايا راني غادي ندير 10 مغارف، راني درت 5 كيسان تاع سكر، 5 كيسان تاع زيت. غادي ندير هنايا 10 مغارف تاع مايزينا. البنات عندنا لكل كاس تاع زيت ولا كل كاس تاع سكر نديرو 4 بيضات وزوج لا ليفور شيميك، زوج باكيت تاع لا ليفور شيميك، ونديرو زوج تاع مغارف كبار تاع مايزينا ولا نشا. نجيبو الفرينة، وغادي نبدو نلمو في هذا الكمية تاع الخليط، نقعدو نلمو غير بشوية. رانا نلمو غير بصباعنا، ما نعجنوهاش كيما العجينة تاع الصابلي. ويلتم البنات الطونو يلتم طري، ما يلتمش يابس. العجينة تجي طرية شوية. غادي نخليها تريح حتى ساعة ولا ساعتين. انا درتها البنات للامانه درته ثمثم كنت محتاجاته، خدمته ثمثم. اللي راها باغيه تخدمه ويجي احسن واحسن، تخليه حتى ساعة. انا جبت هنايا الوراق بين كيسين بلاستيكي. درت 2 ورقات تاع بلاستيك ودرت العجينة في الوسط، ورقتها وراني حاكمة الطابع، ونقعد نحطه في الفرينة ونطبع. راني موجدة ثاني بلا ولا سني على جهة اللي فيه الفرينة ولا فيه بابي كويسون، وغادي نبدا نستف في البلا. هذوك الحبات قاع نكملهم. نجيب صفار البيض، انا درت هنايا 3 حبات مع لافاني، خلطتهم. وراني بالبانسون نفوت على قاع دوك الحبات تاع الطونو، وندير شويه سكر من الفوق. حميت الكوشه وطيبتهم. شوفوا الطياب تاعهم، ها هي تل النحله جات تجري من هذيك الريحه وهذيك اللافاني اللي نسمه الطونو والليمون. هذيك الريحه شابه. شوفوا كي يجي البنات من الداخل طري، يجي من الفوق مقرمش. ما عندي ما نقول، الصورة هي اللي تعبر. البنات دوك نقسم معاكم حبة دوك تشوفوه كي يجي من بعد. هذا الطونو اعتمدوه في المشاريع تاوعكم، يقطع كمية كبيرة. واللي راها باغية ثاني تخدم في دارها لوليداتها، دير غير بالكاس، كاس تاع سكر، كاس تاع زيت، وتخلط كلش بالباتور غير تاع الدار. عندها زوج تاع لا ليفر شيميك، وزوج تاع مايزينا، وربع حبات بيض، والزيت تاع الليمون لافاني. وها هي دارت لوليداتها الطونو. ها هو كيجي من الداخل، يجي مثقب من الداخل البنات، ويجي مشقق من الفوق، وكي ترفديه يجي خفيف كي الريشه. اعتمدوه في مشاريعكم البنات. انا بالنسبه اللي قالوا لي قولي لنا على السعر اللي كتبيعي بيه، انا الطونو نبيعه 80 في الكيلو. أنا عطيتكم البنات كل المقادير وكامل الخطوات اللي غادي تتبعوها، وتبعوا الفيديو من الأول للأخير خطوة بخطوة باش تحصلوا على
أنجح وصفة لحلوى الطابع ولا الطونو. حظ موفق للجميع. البنات ما تنسونيش وما تبخلوش عليا بليجيم باش القناة تطلع. ما تبخلوش عليا بالبارطاج باش تعم الفائدة على أوسع نطاق. وما تنسونيش وخلوا لي تعليق مليحة اللي تحفزني باش نجيب لكم دايما جديد. سلام.